يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه. في ملف دايما مفتوح معانا بطرق مختلفه، وهو ملف الاحوال الشخصيه، هو ملف العلاقه ما بين الرجل والسيده. خدناه من النواحي الاجتماعيه، وخدناه من النواحي الاقتصاديه، وخدناه من النواحي النفسيه، وخدناه من النواحي القانونيه، ولكن كل الحراك اللي داير دلوقتي هو في الناحيه التشريعيه، ومحتاجين قانون، محتاجين تعديل للقانون اللي من سنه 1920 او 1928 طبعا تعدل اكتر من مره، ولا محتاجين تغيير القانون، محتاجين جوانب نفسيه واجتماعيه وتوعويه نشتغل عليها الفتره اللي جايه، وكل اطراف المجتمع تشتغل عليها، ولا القانون بس هو اللي يكفي؟ هو ده موضوعنا النهارده وملفنا النهارده اللي هنفتحه مع واحده من النائبات اللي مهتمه جدا مهمومه جدا بالملف ده من زمان على فكره، مش من دلوقتي، ولكن دلوقتي في وفق الحراك اللي احنا اتكلمنا فيه اشتغلت واتحركت واتكلمت، وفي استجابات طبعا من سياده رئيس بسرعه التحرك من قبل مجلس النواب. ضيفتنا اللي نورتنا في الاستوديو الصديقه العزيزه النائبه نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والوفد. نورت راديو 90. اشكرك يا احمد، انا اللي سعيده جدا ان انا معاك النهارده ولكل مستمعينك الكرام. شرف ليا. خلينا نتكلم الاول في المجلس، تاني دوره ما شاء الله، مش بحسدك بقر بس كده شويه قر صحي، بس هي صديقه عزيزه يعني. ايه اللي اختلف بالدوره الاولى والدوره الثانيه؟ الحقيقه سادس سنه مجلس نواب. الحقيقه انه لا، الموضوع طبعا اختلف جمله وتفصيلا. يعني في المجمل لا، نشوى اكيد حد تاني، لانه الممارسه بتختلف، هناك جرأة اكبر، هناك يعني معرفه انا عاوزه ايه. يعني يمكن اي عضو مجلس نواب في بدايه وجوده او انتخابه بيكون في البدايه بيجمع ادواته، صحيح، ويعرف يستخدم انهي اداه في انهي توقيت مع انهي موضوع. فالحقيقه انه انا يعني هذه الدوره مختلفه، وكمان يعني ابتديتها بدري. يمكن انا الدوره السابقه كنت في بدايه يعني الدوره في اول دور انعقاد، كنت حابه ان انا اشوف لسه الاول طلب الاحاطه، ابدا اقدم عدد من طلبات الاحاطه، ابدا اقدم ازاي في المجلس واتكلم، اقدم تعديلات ازاي على القوانين. بس الحقيقه كانت برضو في اطار انه لسه انت يعني تكتشف الارض. لكن الان انا من اول يوم قدمت عدد كبير جدا من الادوات الرقابيه، بدات ان انا اشتغل على عدد من القوانين، قدمت 4 مشروعات قوانين، تعديلات على هذه القوانين، وقانون جديد مستحدث للعمالة المنزلية، مستحدث يعني من بداية للنهاية. أنا اللي قائمة عليه وليس تعديل قانون قائم. فأقصد إنه لا طبعا مختلفة تماما. طبعا حتى التعامل مع الأرض ومع الشارع بقيت عارفة إزاي أتعامل بسرعة وإنجاز مع الأرض ومع التنفيذيين، ان يكون موجوده فعلا وافيد الناس. يعني اذا تجميع ادواتك ما كانتش الادوات الرقابيه والتشريعيه بس، انت رحت كمان الادوات الخدميه وشفت، لان انا فاكر لقاءات كتير بينا كنت رايحه مجلس نواب بالمعايير والمواصفات اللي المفروض مجلس النواب يبقى عليها، ان هو الجزء التشريعي والرقابي. انا بعترض على مجلس النواب في الخدمي ده وفقا لضعف برضه في المحليات شويه، ولكن انت خدتي الثلاثه، اشتغلتي على الثلاثه خلاص. الخدمي فرق معاكي؟ الخدمي هو يعني الحقيقه من اكتر الاشياء اللي فرقت معايا جدا الدوره السابقه. انا بحب جدا اشتغل في الارض ومع الناس. يعني يمكن انا بشتغل في دايرتي، وبشتغل كمان لان انا ضد انه يعني انا وجهه نظري انه انا نائب شعب. فانا اشتغلت في عدد من الملفات، كان يعني ابرزها بالنسبه لي ملفات الحدوديه، محافظات الحدوديه، حلايب وشلاتين اشتغلت فيها، صحيح، واسوان اشتغلت فيها شغل يعني انا حباه جدا، وحاولت بقدر الامكان ان انا اكون موجود على الارض مع الناس، حاجات تهم الناس. صحيح. طرق للاسف كانت بتسمى بطرق موت. اشتغلت بالتعاون مع وزاره النقل، الفريق كامل الوزير، هذا الرجل المحترم الحقيقه اللي كان بادر جدا انه طبعا نبدا ونحل. وهذه الطرق بالفعل اتطورت دلوقتي يا احمد. عايزه اقول لك ادفو مرسى علم، ابو سمبل السياحي، عدد من الطرق اللي بالفعل اتطورت علشان اخذنا خطوات حقيقيه. والحقيقه انه وقتها انا قلت التنفيذيين بيشتغلوا وقت ما يكون هناك يعني تعامل جدي ومشكله حقيقيه على الارض. الحقيقه ما بيتاخروش وبيقولوا خلاص احنا موجودين وبنشتغل بالفعل. يعني طريقتك واسلوبك بتفرق مع التنفيذيين.
عضو مجلس النواب اللي بيلجأ للعنف او بيلجأ الحراك من خلال المجلس شايف انه ما يجيبش نتيجه، شايف ان التنفيذيين الموجودين اللي اشتغلت معاهم ان انا اشتغل معاهم بطريقه احنا بنتعاون مع بعض، احنا مش ضد بعض، بتفرق معاهم. انا فهمت كده من هقول كلامك. لك حاجه، مش ده اللي انا اقصده بالظبط، لانه يعني احيانا النائب بداخل تحت قبه مجلس النواب له ما يشاء يقول طبعا ومعاك كتير من السلطات الرقابيه عليه. فاحيانا النائب بيكون في موقف ما هو شايف ان انا لازم اقول ده بهذا الشكل حالا. فده حاجه، ولكن اللي اقصده انه التعاون ما بين اعضاء يعني مجلس النواب والتنفيذيين مهم جدا. طب مهم جدا ان يكون في حاجه مشتركه بنتكلم احنا الاثنين عنها وتكون حقيقيه على الارض. في هذا التوقيت التنفيذيين لا بيقولوا واحنا ايدنا في ايد بعض ونشتغل. لكن هل احيانا بنبقى محتاجين ان احنا نتكلم بمنتهى الاريحيه جوه المجلس؟ طبعا. حلو توضيحك عشان ما تفهمش البعض من اللي بيسمعنا ان احنا اصحاب فاحنا مش اداه رقابيه او عليهم. ده شيء وده شيء. لكن صحيح. الشغل على الارض بيحتاج تعاون، ده يعني اساسي، محتاج تعاون. لانه الحقيقه انا دلوقتي انت تنفيذي وانا رقابي وقاعده بتخانق معاك، بس احنا بنتخانق طول الوقت. صحيح. انت مش هتفهم اصلا عاوزه ايه. لكن لو قعدنا والمشكله مش هتتحل ورقه وقلم والحاجه الفلانيه محتاجه تتحل بالشكل الفلاني 1 و2 و3 بيكون في لغه حوار مشتركه. ده اللي اقصده. المشكله دلوقتي بقى اللي بنتكلم فيها النهارده هو قانون الاحوال الشخصيه، وهو قانون مترامي الاطراف ومترامي الجهات، لان هو بيعتمد على لب المجتمع وهو الرجل والمراه. شايفاه ازاي؟ قانون مهم جدا. اشكاليه كبيره بنعيشها خلال السنوات الماضيه. مش قصدي بقى مشكله قانون الاحوال الشخصيه، قصدي مشكله السلوكيات اللي احنا اصبحنا بنعيشها يوميا يا احمد. يعني انا بتكلم دلوقتي في حاله من عدم الثبات النفسي والتعامل بقى غريب بين الناس وبين بعضها. في اسباب كتيره، في مشكلات كتيره عند الناس. طبعا مشكلات داخليه ومشكلات خارجيه بتاثر بالتاكيد داخليا، ولكن في المجمل عندنا اشكاليات. احد هذه الاشكاليات واللي اعتقد انه لو تم العمل عليها خلال السنوات المقبله، لانه ما تتخيلش ان احنا النهارده عدلنا قانون الاحوال الشخصيه تاني يوم المجتمع بقى زهري. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انه بيترتب على التعديلات تغيرات مع الوقت بنقدر. يعني انت عايز تقولي ان القانون او التشريع هو طرف من الاطراف، هو مش كل حاجه. طبعا يا احمد، لانه دي حياه كامله. صحيح. ولكن احنا محتاجين قانون عادل متوازن، يعني يوزن ما بين كل الاطراف، علشان احنا محتاجين في الاخر نفيد الحلقه الاضعف والاهم. على فكره انا دايما بقول هي الاضعف والاقوى، لانه قد تظهر في البدايه انها الحلقه الضعيفه، لان هي فعلا الحلقه اللي بتستقبل لا ترسل. الطفل يستقبل فقط لا غير المشاحنات او يستقبل الحب من الطرفين الاب والام. ولكن قدام بقى هو الاقوى، هو اللي بيتحول لأب قد يكون قاسي، لأم قد تكون غير متفهمة، لطرفين ممكن يكونوا غير في العمل حتى عندهم حالة من طول الوقت من السخونة ومن الغضب. كل ده بيترتب من علاقة إما سوية أو إما علاقة غاضبة ومشحونة طول الوقت. يعني انت عايز تقولي واحنا بنشرع واحنا بنعمل مشروع القانون يبقى باصص بس على الطفل؟ رقم واحد. ما تفتكرش ان انا هرجع في كلامي واقول لك لا محتاجين برضو الاب والام. انا محتاجه الطفل حضرتك. انا لو حطيت قدامي هدفي الاول الطفل، والله العظيم كل حاجه هتتظبط على فكره، والام هتتراضى، لان الطفل ده في يوم من الايام هيبقى اب، والطفله دي في يوم هتبقى ام. فهتلاقي النفسيه اتظبطت قدام. لكن انا لما اجي دلوقتي واقول انه قانون، للاسف القانون المتواجد حاليا قانون قاسي على مين؟ على الجميع. ما سابش حد رغم كل تعديلاته اللي تم. ده قاسي على الطفل. لا احنا لسه مفيش تعديلات، انا بتكلم على على مدار، انا بتكلم على الحقبه الزمنيه المختلفه وصولا للنهارده. بكلمك من 1920 28 2000 2005 2008، بكلمك على كل اللي حصل، وانا بتكلم على اللحظه اللي احنا فيها بقى. يعني هذه الترتبات اللي حصلت وصلتنا لليومنا النهارده. يومنا النهارده بيقول قانون قاسي على الطفل اللي هو الاساسي بالنسبه لي، وعلى الاب والام بالتساوي، وعلى المجتمع لانه ضرنا كلنا طبعا الحقيقه. يعني فهل هناك وجوب لتعديل هذا القانون؟ بالطبع. تعديل ولا تغيير؟ هقول لك حاجه، يعني الحقيقه يعني القانون الموجود دلوقتي
في عدد من الاشياء كتير محتاجه ان هي تتغير خالص. يمكن عشان اقول يعني تغيير بس او تعديل بس، يبقى انا هسيب المواد كما هي وابدا اعدل فيها تعديلات بسيطه. احنا محتاجين ان في مواد كمان يتم تغييرها جمله وتفصيلا، لانها غير صالحه. محتاجه ان انا غير صالحه نشوى في الوقت الحالي، ولا غير صالحه عامه؟ غير صالحه عامه. لان هي لان طبعا في تغيرات في المجتمعيه حصلت، فممكن نقول كانت مناسبه لوقت من الاوقات، ولكن مش مناسبه دلوقتي. لا، في حاجات طبعا مش مناسبه دلوقتي خالص نهائي. والحقيقه انه حتى لو رجعنا بالزمن ورا، لا طبعا ما كانتش تناسب اي زمن. يعني انا اخليت بدور الاب. همشت دور الاب ده انا تماما مش همشته. حتى هو انا وجهه نظري انه في حالات الانفصال دور الاب بيصبح غير متواجد. حتى بالشكلي دوت انه انا عندي بابا تمام. في وقت الطفل حتى يا حبيبي ما بيبقاش شايف ان عنده بابا. ده مش صح. ممكن يبقاش عارفه اصلا. ما بيبقاش عارفه اصلا بالظبط. ده لو في التزام بالرؤيه والساعات الاسبوعيه وكل حاجه، اللي هو يعني الام متعاونه وخلته يشوفه في الرؤيه ويقعد معاه يعني فيس تو فيس وجه لوجه. لانه للاسف احيانا بيحصل تعنت انه لا الطفل على رجلي انا واقعد بص عليه بس. طبعا ده صعب جدا. وفي امهات مفيش تقارب، مفيش روح، يعني مفيش الكلام ده، مفيش ذكريات يا احمد. يعني انا لما اكلمك انت راجل قدامي، ذكرياتك مع اولادك ايه؟ تلقائيا هيتم نسج كده شريط من الذكريات. ده طبيعي حضرتك. صحيح. ده طبيعي صح؟ صحيح. طب هل يرضي ربنا ان انا اسال طفل صغير ذكرياتك ايه مع والدك ما يقوليش اي حاجه؟ او يقول لي شفته في النادي مره ولا في مركز شباب ولا بتاع، طب ذكرياتك ايه في البيت انت وبابا وماما؟ مفيش. او يقول لي خناقات، يقول لي كانوا بيزعقوا طول الوقت، او في اطفال تقعد تقول للاب والام كفايه خناق. يعني انت فاهم قصدي؟ فاهم. يعني الموضوع وصل لحته مش كويسه للاسف. طب انا عايز قبل ما اطلع للفاصل تقولي لي ايه الاطراف الاخرى غير الجانب التشريعي؟ الجانب التشريعي هنقعد نتكلم فيه بعد الفاصل، وناخد حاجه نشوف ممكن يبقى الشكل التعديل فيها عامل ازاي، ولكن ايه الاطراف الاخرى اللي ممكن تشتغل على الملف ده تعدل من حال المجتمع في الموضوع ده؟ لا، في اطراف كتيره جدا. يعني مؤسسات الدوله، وزاره العدل، التضامن، عندنا كمان الازهر الشريف، الكنيسه، عندنا دار الافتاء، لا عندنا وزارات كتير. وانا يمكن كمان في حديثي خلال الفترات الاخيره قلت انه لابد من دخول وزاره الاتصالات، دخول قوي في هذا القانون. محتاجين انت عايز التكنولوجيا الجديده اللي حاصله في وزاره الاتصالات نشتغل عليه. طبعا احنا محتاجين ننتقل خلاص، مش احنا فتحنا باب التعديل والتغيير. ننقل هذا الملف نقله تليق بما يحدث حولنا. ولا بد انه يكون عندنا منصات واشياء تسهل حتى على القضاء انه يفهم ايه اللي بيحصل بداخل هذه الاسره. القضاء انا شايفه يعني مظلوم في الموضوع ده، عامل من محاكم الاسره وموفر كتير من الساده القضاه، ولكن ممكن التشريعات اللي موجوده اللي ممكن تتغير تسهل على الناحيه القضائيه. بس لما ذكرت الحاجات لقيت برضو ان كلها الوزارات المعنيه بالتنفيذ بعد المشكله. انا عايز اشوف قبل المشكله هل في اطراف اخرى؟ هل وجودك كنائبه؟ هل وجودي كاعلامي؟ الشكل التوعوي ممكن يبقى عامل ازاي لو نلحق قبل المشكله؟ في اطراف ممكن تشتغل على ده؟ طبعا. ويمكن انا لسه كنت بتكلم امبارح بقول كل من يتحدث في الجمع له دور. الحقيقه انه احنا محتاجين يا جماعه، الارض مشتعله ما بين الطرفين. تمام جدا يا احمد. محتاجين انه من يتحدث في اي جمع ما ايا ما كان، تلفزيون، راديو، محتاجين حد بيقعد في مناقشه مع مجموعه من البشر. محتاجين انه يتكلم طول الوقت، انه يهدي هذا الشرار يعني للاسف مخلي الوضع طول الوقت. حتى بيتقال ليه بيتقفل هذا الملف دايما؟ بسبب حضراتكم، بسبب هذا الخناق اللي دايره طول الوقت. اللي دايره. محتاجين الناس تهدي الطرفين، محتاجين ان احنا نكون منصفين فعلا ونبطل موضوع. انا ما عنديش مشكله ان حضرتك تتبنى وجهه نظر طرف، بس ارجوك وانت تتبنى هذا الطرف او هذه وجهه نظر الطرف، برافو عليك. استحاله يكون الطرف اللي انت بتتبناه هو الملاك والطرف الاخر هو الشيطان. صحيح. يا جماعه هنا حكم ظالم على طول. حكم ظالم، برافو عليك. ولا يصدق. صحيح. لكن انا محتاجه من حضراتكم، من اي شخص بيتحدث في الجمع ايا ما كان هذا الجمع، حتى لو اسره متوافقه عادي جدا، وانت بتتكلم خليك بلاش نولع الدنيا يا جماعه. هي مش محتاجه، هي مش ناقصه.
اللي شفته على السوشيال ميديا واللي شفته في الاعمال الدراميه الناجحه حتى في رمضان السنه اللي فاتت، شفت ان الموضوع يا نشوى موروثات. يعني انت مش جايه هتغيري فكر الام دلوقتي، لا انت بتغيري فكر الام والجده والاخت، الفكر كله ممكن يبقى سلبي. انك تغيري موروثات اعتقد مش سهل. انا معاك طبعا، عشان كده انا قلت لحضرتك ايه، احنا محتاجين كل شخص بيتكلم في وسط ناس يقول ده. والحقيقه انه احنا حتى كتير من الاشكاليات اللي بتحصل بين الاسر بتكون تدخل، او بين الزوج والزوجه بيكون تدخل الاسري طبعا. والحقيقه ده كارثه. وطول الوقت بقول المسؤول عن وقف هذا التدخل الطرفين. ارجوكم لو على قدر النضج اللي انت بتتكلمي نبقى اقوى من كده، نبقى اكثر نضجا من كده. ما ينفعش ان انا اي كلمه تتقال لي انا ادرى بظروف جوزي يا احمد. صحيح. انت ادرى بظروف مراتك. صحيح. محدش لا والدتك ولا والدك ولا والدتك ولا والدك ادرى بجوزك ولا مراتك. انتوا الاثنين الاقرب الى بعض من اي شخص تاني على فكره. تتفقي معايا ان نسب الطلاق كانت كتير بس مش كتير قوي، اما كان الموضوع في نطاق الاسره، الام ممكن اللي بتحرض او الحما اللي بتحرض، بس لما دخل السوشيال ميديا اعتقد الموضوع زاد قوي والنسب زادت قوي. دي اتحكم فيها ازاي؟ عشان بقينا الناس بتجرأ بعض. انه انا بقينا باصين على بعض. شخص اتطلق طلع بيعمل حفله، فهونا الامور يا احمد. طبعا. عارف تهوين الامور. والحقيقه انه والله لا يعني انه امر عظيم لو القوم يعلمون يعني. طبعا. انه الامر عظيم فعلا. يعني بتتهز لي السماء والارض. صحيح. لما يكون في رجل وزوجته بينفصلوا، فكون ان انا وصلت ان هو انا دلوقتي بعمل حفله وانا وشخص متطلق، ده انا مش قادره اقول ان يعني انا وانا بتكلم اهو مش قادره يعني. الموضوع صعب طبعا. صعب. فكون ان انا هونت من ده صعب جدا. بالعكس احنا محتاجين نرجع تاني نقول انه الطلاق ده شيء عظيم، شيء صعب ان هو يحصل. وابغض الحلال، بس ابغض هو حلال بس طبعا. ابغض الحلال طبعا. يعني لو مرحله مش سهل الوصول اليها، لو اضطريت له قوي بعمله. ولما اعمله ما بقاش بسهله على غيري. ارجوكم ما نسهلوش على بعض عشان المجتمع اتدمر. الدنيا بقت صعبه وللاسف نفوسنا جميعا ولا استثني طبعا طبعا بقت اضعف من الاول. صحيح. فبقينا لما اشوف واحده اتطلقت ومبسوطه وعايشه وحلوه وبتاع ايه يعني، ما انا كمان هقدر استغنى عنه جدا. وهموف اون وتسمعي اكيد وهو تسمعي الحاجات دي. انا هعيش مع اصحابي وهسافر يلا ربنا يبارك حلوه. لا يا حبيبي هو ده اللي واصل او واضح. لكن الحقيقه بالليل الناس وهي نايمه اللي جوزها بيوح او خلاص بقى طليقها بيوحشها القعده معاه وطريقتهم في العيشه. واستحاله ما تقوليش ان كل الجواز وحش. طبعا اكيد في ايجابيات. حاجات كويسه. الفرق بيننا وبين زمان انه زمان كانوا يعني طول الوقت بتفتكر الحاجات الكويسه فبتبدا تعيش عليها. احنا دلوقتي السوشيال ميديا وريتنا السلبيات بس اكتر. برافو عليك. هي البروز ده. طب حد قاعد بقى في العربيه دلوقتي يا نشوى بيسمعك وبيقول لنا يا جماعه ماشي، بس هو لو في قانون وكله بيمشي على القانون الموضوع هيتحل. ده اللي هنعرف اجابته بعد الفاصل. هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وفي ضيافتنا منورنا في الاستوديو صديقتنا العزيزه سياده النائبه نشوى شريف عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وحزب الوفد. بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، بس هي خدتني في جانب الصراحه مهم جدا هو عن الاحوال الشخصيه. اركن يا احمد قانون دي شويه وخلينا نتكلم على الاحوال الشخصيه، خلينا نتكلم على المجتمع، خلينا نتكلم على الراجل والست، خلينا نتكلم على الاطراف المعنيه كلها في المجتمع اللي ممكن تؤثر في اصلاح العلاقه. القانون ده طرف من الاطراف. وسالتها قبل الفاصل بس في حد بيسمعنا دلوقتي لا لو في قانون وملزم يا سياده النائبه الموضوع هيتعدل كتير جدا. لو القانون موجود وملزم فعلا يعدل كل حاجه؟ احنا محتاجين قانون متوازن وعادل والتنفيذ بتاعه اهم كمان. طبعا دايما اتفق معاك تماما. دورنا احنا تشريعي نشرع القوانين ويتم اصدارها والتنفيذ للجهات التنفيذيه. والحقيقه اللي انا مبسوطه منه انه واضح اراده الدوله المصريه في اخراج هذا القانون. اذا ارادت او هناك اراده سياسيه لاخراج قانون بالتاكيد وبالتبعيه هيكون في محاوله جاده لتنفيذ هذا القانون. لانه الحقيقه لو القوانين نفذت بشكل اقرب الى الصواب نقول، لانه احنا في دنيا مفيش حاجه كامله في العموم. فلو نفذنا الى بشكل الاقرب للصواب اعتقد ان احنا هنقدر ان احنا نتلافى عدد كبير جدا من المشكلات. بس الحقيقه انه القانون الحالي حتى لو نفذناه بحذافيره صحيح لن يجدي نفعا يا احمد. يبقى لازم نعدي. طب انا هخش في هقول لك حاجه بس الاول. اتفضل. لانه سايب فرصه ومداخل للنفوس البشريه، بس مش هقول لك اكتر من كده.
هخش في التعديلات بس مش قادر ما اسالش سؤال. انا تصورت في بدايه الحلقه وانا داخل معاكي كده ان هلاقي في انصاف للمراه. انا قاعد مع سيده وقاعد مع مراه وبتتمتع بسلطات وبتتمتع بوجودها في مجلس النواب، فكنت شايف ان في انصاف للسيده وفي تجني على الرجل. انا ما شفتوش الصراحه من بدايه الحلقه معاكي. ليه؟ ما شفتوش وما شفتنيش برضو بتجنى على المرأة. يعني نفس المبدأ، لأنه الحقيقة أنا عضو مجلس النواب المصري عن الشعب المصري. صحيح. وأي حد تحت قبة البرلمان هو ممثل عن الشعب المصري. والشعب المصري بيحوي الرجل والمرأة. فإذا انحازت لطرف دون الآخر، الحقيقه انا هكون قدام ربنا مش هقدر، يعني مش عارف اقول له ايه. الغريزه الطبيعه ان انا ست فبقى انصف للست مظلومه عندها. اقول لك حاجه، فهيبقى في انصاف للست، وده اللي انا تصورته بس ما شفتوش. عشان انا طول الوقت بشتغل على نفسي في ده. انه ازاي الانحياز اللي هتلاقيني طول الوقت بعمله لو المواطن امام الحكومه انحاز للمواطن ما دام هو بيتكلم في شيء قانوني راجل او ست بقى هنا، راجل او ست. فانا الانحياز اللي اعمله واللي انا واقوله بمنتهى الصراحه والاريحيه، انحاز للمواطن ضد الحكومه. مفيش مشكله، تمام. لكن انحاز لطرف ضد الاخر انا ما اقدرش اعمل ده. انا لما بيجي لي 2 عمال، أنا ده ملفي. 2 عمال بشوف مين فيهم والمشكله فين وابدا احلها. بحاول طول الوقت ان انا ما اجيش على طرف ضد الاخر، حتى الرجل والمراه. تسمع الاثنين وتشوفي. اسمع للاثنين. وحتى في الملف ده السيدات ليها حقوق، يعني حقوق في النفقه وغيرها من النقاط بتكلم فيها وبمنتهى الجرأه لان عندها حق في ده. الرجل له حقوق في انه يرى ابنه وان يكون في انصاف في ايصال دوره وانه ما يتمش ابتزازه بابنه. كمان ليه حق ان يوصل صوته. لكن الحقيقه انا وقت ما يعني ما اروح لطرف ضد الاخر، يبقى انا بنكمل نفس المشكله اللي احنا بنقول عليها، انه بنولع في النار وانه المجتمع هيفضل مدمر بهذا الشكل الحاصل. خلي بالك العالم في انحدار مستمر. طبعا ما بقولش بلدنا ولا مجتمع، لا العالم في انحدار مستمر. فلو البلاد او البلدان ما وقفتش على قوانين صارمه وتلتمس يعني او تلمس بالتحديد ما يحدث في الارض، لن تجدي نفعا. هو مش البلاد، هو البني ادم لو ما عملش الجهاد مع النفس للتوازن اللي انت عاملاه الصراحه وبحييكي عليه، مش هيحصل حاجه. لان مش هتقدر الدوله تشتغل على كل بني ادم انه يجاهد نفسه في الانجراف اللي احنا شايفينه المجتمعي اللي حاصل في العالم كله. فهو في لازم جهاد شخصي انا اللي اشتغل على نفسي. والحقيقه كمان بيصعب عليا جدا لما الاقي، سيبك من المواطنين، المواطن عنده حق، يعني تجربته الشخصيه ليه حق ان هو يتبناها. لكن لما يبقى حضرتك قاعد قدامي مثلا كمثال، يعني قاعد قدامي وعندك تجربه شخصيه، طبعا انت عاوز يعني تخلي المجتمع كله يقتنع بهذه التجربه وبوجهه نظري دي، وبوجهه نظرك، وبان الطرف الاخر اللي انت شايفه شخص شرير جدا وشيطاني جدا تشيطن الجميع علشان انت بس اتعاملت مع طرف وحش. ما اقدرش اعمل ده وما اقعدش على الكرسي ده بالظبط. انا اقصد انه انا فاهم لا اصل في بيقعد على الكرسي ده وبيتمنى وجهه نظره، وده مش صح، وده بيؤثر كتير جدا على المجتمع. لانه مش كل الرجاله وحشين يا جماعه. طبعا. ما انا في ابويا ولا كويس، كل الستات وحشين، وابوك كويس، وفي امي كويسه ووالدتك كويسه. كل ان في ناس نفوس بشريه بقول لك ما ينفعش ارجوك تعمم تجربتك الشخصيه على الجميع. ارجوك المجتمع بيتدمر، عيالنا بتتدمر، ما ينفعش. الدوله ليها دور هنا. يعني ما اخش مثلا على السوشيال ميديا والاقي نموذج معين بيحرض في تقويه الستات في شكل معين او في ظلم الرجاله في شكل معين، انا ليا دور هنا اتدخل؟ ولا دي برضو صفحتي وحريتي الشخصيه وان كان بقى يبقى اسمه ايه بقى مؤثر ولا الكلام اللي اتقال كتير ده؟ هقول لك حاجه، الحقيقه يعني انه السوشيال ميديا عملت الحاله دي، طبعا خلت انه بقى من لا يعي يتحدث يعني للجميع. تمام. وممكن يؤثر في الجميع. لا هو بيؤثر في الجميع بعد اذنك، يعني هو بيؤثر. لا ما انا عارف للاسف. لا ما انا عارف. تمام. فطبعا دي مشكله. يعني انا حد مثلا شايل بقى من طرف ما واطلع احمل الناس اللي قدامي فالناس كل اللي قدامي بيتشبع بفكري. طبعا دي مشكله محتاجين الدوله تكون موجوده فيها، محتاجين. بس الحقيقه ان الموضوع كمان اصبح محتاج كمان شيء ينظمه، لانه بقى كتير جدا. والحقيقه ان انا وجهه نظري خلال الفتره الاخيره وزاره الداخليه بالتحديد مجهود رائع، مش رائع بس ده يعني انا سعيده سعاده بالغه. الناس
المواطنين وزاره الداخليه اللي عملته الفتره الاخيره، وثقه الناس بان هي تعمل منشن لوزاره الداخليه في عدد من المشكلات ويتم حلها في خلال ساعات قليله جدا، بيقول ان احنا دوله قويه جدا. قويه جدا. معلش هقلبك دكتوره نفسيه شويه، كان في يعني كميه انصاف وفرحه من الشعب المصري بالمجهودات اللي عملتها وزاره الداخليه على اي تخلفات شفناها او اي مخالفات شفناها في السوشيال ميديا. امال مين اللي بيتفرج؟ انت شفت كم الفرحه من الناس وكل الناس بكل المجهود اللي قامت بيه وزاره الداخليه لوقف المهازل اللي كنا بنشوفها على السوشيال ميديا بالابلكيشنز المختلفه. بس انا بقعد استغرب، امال مين اللي بيتفرج؟ هي على فكره ولا احنا اللي عندنا مشكله؟ هقول لك حاجه، الناس اللي بتتفرج هو اغلب المشاهدات اللي بتحصل الناس اصلا نقده لهذا المحتوى. تمام. ما عندناش ثقافه ان انا ما اتفرجش، ثقافه ان انا ما اتفرجش. يعني ممكن يعمل شير عشان يتلفظ على هذا الشخص، صحيح، او ينتقد هذا الشخص، فهو كده بيشهره اكتر. طبعا. فاحنا ما عندناش ثقافه انه نوقف هذا المحتوى عند هذا الحد. ده دور مين بقى؟ عشان مش كله على دوري مثلا كاعلامي. احنا عندنا دور مين؟ ادوار كتيره جدا. ادوار الناس في البيوت، ادوار انه الام لما تقعد مع ابنها تقول له ان خلي بالك انت لما بتعمل كده الناس دي بتاخد فلوس طبعا، وانت ما بتستفيدش حاجه. بالعكس انت بتتعلم حاجات. وعلى فكره يعني الاطفال بتفهم طبعا جدا. الشيرز دي على فكره بتبقى اطفال اللي عاملاها، صحيح، عشان نبقى عارفين يعني. او تينيجرز عامه يعني. برافو عليك، اللي هم يعني بيبقوا لسه طبعا حتى ما سنه ولا حاجه بالظبط، فبيبقوا عاملين ده. لكن لما تدخل له من منظوره الطفل نفسه هيفهم ده. يعني انا مثلا بقعد مع بنتي مع كيان، فكيان بدات تكبر شويه وانا عامله لها زي تاب كده في وقت معين بتقعد وانا بقعد معاها وتتفرج على الحاجات بتاعه الاطفال بس، وحاجات تعليميه وحاجات زي كده. فلاقيها طول ما قاعده بتعمل، بيقعدوا ساعات يقولوا اعمل لايك ومش عارفه ايه، بتعمل لايك على طول ما هي قاعده. بدات اقعد افهمها بس عشان اقول لك دي طفله صغيره 5 سنين فهمت يا جماعه. لا، ما الطفله دي هتبقى مراهقه وعينها هتبقى زوجه وبعدين تبقى مؤثره في المجتمع. بقيت بقول لها ايه؟ ادخل لها من منظورها هي، من دماغها. كيان انت عارفه ان انت لما تقعدي تعملي لايكس كده لكل الناس بالطريقه دي، الناس دي بتاخد فلوس كتيره جدا جدا، وانت ما بتستفيديش اي حاجه. بل اصلا المحتوى ده اساسا احيانا مبقاش كويس، مش كويس، لان هو حاجات في الاول وفي الاخر اطفال. انت ما استفدتيش منه قوي. فبطلي تعملي لايكس كتير يا كيان. يعني ممكن احنا قاعدين مع بعض بنتفرج اهو، الحاجات اللي هتعجبنا بس نعمل لها لايك، اللي هتعجبنا فعلا، لكن مش اي حد يقول لك اعملي لايك تعملي لايك. البنت اذا هنا في دور والله العظيم. انا بنتي من بعدها فهمت انه الحاجه اللي تعجبني بس اللي بعمل لها اهو. ده مثال اقصد لكل. هنا مثال لدور الام داخل البيت يقدر يظبط ازاي. ومثال والله ان الاطفال بتفهم يا جماعه. طبعا. مبدا انه هنعمل ايه لعيالنا، لا هتعمل لعيالك. انا بنتي طفله شقيه جدا وعنيده جدا، لكن انا دخلت لها من دماغها هي. بس الام اللي مكبره دماغها خلاص بيبقى في انجراف بيحصل، لان هي نفسها منجرفه، فعايز تقولي هتنصح البنت ازاي. انا فاهمه ده، وانا بعذر على فكره الناس. يعني انا من النوع يعني هتلاقيني طول الوقت ما لومش الناس قوي، لكن طول الوقت اقول لهم نحاول نعمل ايه. صحيح. ما احبش ان انا اعيش ان انا انظر على الناس، لكن الحقيقه يعني مش تنظير، احنا بنحاول ننصح. برافو عليك، ده اللي اقصده. برافو، اقصده نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. صحيح. احب اعمل زي ما انت بتعمل كده، انصح. لكن يعني انا كارهه قوي انه حد يطلع يفضل يعيب في الابهات ويعيب في الامهات طول الوقت، بيجلد الناس. للاسف اثر كتير على المجتمع. ما احنا غصب عننا عايشين يا احمد. هو انا ملاك؟ هو انا مش هقول لك ان انا بمسك الموبايل وبقعد على الابلكيشن. طبعا طبعا كده. كلنا بنعمل كده، كلنا نعذر بعض علشان هي الدنيا صعبه والله. صعبه قوي يعني. معلش انا شحطتك معايا من ام لست لدكتوره نفسيه، هرجع للكيان الاساسي. انت ممتاز يا احمد. يعني ربنا يخليك يا رب. والله العظيم لو كلنا تناولنا الامر من هذا المنظور وهذه المعالجه، انه نتكلم مع بعض، انه نوحي لبعض بافكار، انه نحاول نربي بعض يا سيدي، بس بشكل محترم ومؤدب. هنفضل نتربى ونتعلم لاخر يوم في عمرنا. لحظه. انا والدي راجل يعني 3 دكتوراه، اوكي، ما شاء الله. لحد اللحظه دي يوميا الصبح يقرا الجرايد ولازم يقرا شويه في الكتب، ويقول لي بذاكر. بذاكر ايه يا بابا؟ ده انت ما شاء الله عليك، ده انت بيدرسوا من كتبك. بيذاكر يعني لكيانه. ليه؟ انا يقول لي انا لو ما شربتش كل يوم شويه كده من القرايه انا ما اعرفش اعيش. فانت عندك حق طبعا.
هروح لفاصل وارجع نتكلم بقى مع النائبه ونتكلم في تعديلات القانون وايه المقترحات ومشروع القانون ممكن يبقى شكله ازاي بكل التفاصيل بكل اللي ممكن يرضي المجتمع، ونخلص الجزء التشريعي في المجتمع. احنا خلصنا جزء كتير من الاجتماعي ومن المؤثرات الخارجيه غير القانون. هنروح لفاصل ونرجع بقى نشوف القانون اخباره ايه. 199 هو رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 866. هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا صديقتنا العزيزه سياده النائبه نشوى شريف عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وحزب الوفد. بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، ولكن هي خدتنا في الاحوال الشخصيه، خدتنا في بناء الانسان، خدتنا في اعاده بناء المجتمع بشكل صحيح، وبعدين نروح للجزء التشريعي ومشروع القانون ممكن يبقى شكله ازاي. شايفه العوار الموجود او السلبيات اللي موجوده في القانون الحالي اللي انت شايفاها كمشروع قانون يقدم ان شاء الله الفتره اللي جايه وتوافق عليه وبسرعه يبقى ايه؟ عندنا كذا نقطة الحقيقة. خلينا نقول الأهم النفقة. المرأة عندها مشكلة كبيرة في النفقة، في تحصيل مبالغ يعني المستحقة من النفقة، وكمان قيمتها ولا تحصيلها؟ أصلا إن هي تاخدها تمام أساسا. يعني عندنا مشكلة أيا كان قيمتها لسه أيا كان قيمتها يعني احنا ما وصلناش حتى للمرحلة دي. صحيح. تمام. لأنه في سيدات هي راضية أيا ما كانت القيمة بس توصلني. فهي عندها مشكلة إنه الرجل ممكن ما بيدفعش. تمام. أو كمان إن هي مفردات مرتب الرجل إثبات الدخل أو إثبات دخله كله واللي عنده أيا ما كان إيه هو برضه هي اللي بتجري وراه وعليه علشان تثبته. الحقيقه ده مش دورها يا احمد. يعني بما يرضي الله هو مش دورها، المفروض ده دور الدوله هي اللي تعمل ده، وبشكل اسهل وابسط تقدر ان هي تعمل ده عشان تجنب يعني المراه هذه المشكله. لا انت بتاعت حلول انا عارف. لا اديني حل يبقى شكلها ازاي، يعني الدوله تعمل ايه؟ مبدئيا لازم يكون في يعني انا مثلا هقول لك حاجه. انا كنت هقولها لك بس كنت عايزه اخرها شويه بعد ما اقول كمان موضوع الاستضافه لان هي هتترتب على الاثنين. الاول خلينا نقول استضافه وانا هقول لك بعد كده انا وجهه نظري الحل، انه الحل اللي انا وجهه نظري فيه حل يعني يجمع شويه. تمام. الاستضافه او الاستزاره، انا بحب اقول استزاره لان انا مش شايفه ان اولادك عندك في البيت هم ضيوف يعني عيب يعني. حتى هتعمل فرق او جاب بين الاب طبعا وابنه يعني. وحتى لما تنتقل الحضانه للام برضه هو مش واخده ضيف عندها في البيت بالظبط. فالاستزاره او اي كان اللي هنسميها من حق الاب ده وجهه نظري. يعني لانه الرؤيه ما تبقاش رؤيه مهينه. تمام. الرؤيه مهينه يعني مهينه لكل الاطراف على فكره. طبعا للست وللراجل حتى للست بالظبط. برافو بالظبط كده. وحرام ان الطفل يتحمل اعباء مشاكل امه وابوه وكمان يروح يلاقي 2 3 4 تانيين جنبه قاعدين بيتخانقوا. صحيح. فاللي هو انا اصلا متحمل ابويا وامي بالعافيه وكمان اشوف المشاكل اللي جنبي دي انا مالي. او اروح عشان اشوف الراجل ده والراجل ده ما عبرنيش وما جاش اصلا واسمع حاجات واسمع الفاظ ومواضيع وكذا وتبدا بقى ندخل في التلاعب. اصل مش عارفه اروح 3 مرات ما روحتش اروح الرابعه عشان الحق عشان ما تصيرش الرؤيه يعني كل ده صعب يا جماعه والله صعب. لكن انه الرجل يقدر انه يقعد مع ابنه شويه عشان يعمل كام ذكرى مع الطفل تمام. على الاقل كام حاجه يعملها معاه دي طبعا مطلوبه. ولكن تقنين هذه الاستضافه يكون ازاي؟ ماشي. انا برضو مش مع انه فجاه الاب والطفل لسه صغير كده ياخده ويرعاه ويتعامل مع نفسه. ان مش كل الابهات تقدر تعمل ده لوحدها. ده حتى تخوفا والله على الاب طبعا. فلا انا وجهه نظري تكون استضافه متدرجه. بمعنى في الاول او في البدايه ممكن تبقى ساعات عادي وبعدين تبقى يوم كامل. بعد كده نقدر ان احنا نقعد او مبيت عند الاب. بس هيبقى في خلاص حاله من التعامل بين الاثنين. لانه الحقيقه لحد ما ندخل المحاكم فتره بيقعد الطفل بعيد عن ابوه شويه. صحيح. فانا فجاه بقول له روح بات عند بابا. مشكله. وفي الواقع مشكله. كمان لازم يتم تصنيف الحقيقه هذا الاب عن طريق لقاءات. مين اللي يصنف هنا؟ الاب ده قادر على ده ولا لا؟ ده لجان لازم يتم اعتمادها في هذا القانون يا احمد. ان هي تصنف. لانه برضه خلينا نكون واقعيين مش كل الابهات مؤهله. مش كل الابهات مؤهله زي ما مش كل الامهات مؤهله على فكره. صحيح. بس يمكن لانه احنا طبيعه بشريه ربنا خلقنا غريزه الام ده طبيعي.
وطبيعه الامر، لكن ما نقدرش نقول انه في امهات ما بتخلش بهذا الوضع، كتير، مع انه وضع بشري. مم. لكن احيانا في امهات لا ما تقدرش ما تتعاملش او تضرب او تعمل. مين الكيان برضو اللي يعمل لي التحوط ده في تقييم الراجل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ده كيان لازم يكون مشترك من وزاره العدل والتضامن، وكمان يكون تابع ليه يعني اشخاص من الجهات الدينيه، ازهر كان او كنيسه، ويكونوا موجودين، او يكون هذه اللجنه متواجده وتقعد تعمل لقاءات. بيحصل كده يا جماعه بره، يا جماعه بره. هو ده بيحصل المفروض في الجلسات الطفل ابن الدوله الاولانيه في المحكمه، يعني انا عارف ان ده بيحصل. التسويات انا اصلا متكلمه فيها وقايله انه ملف التسويه اللي هي السابقه للمحاكم لابد من هيكلته جمله وتفصيلا. هم بقى يبقوا اللجنه اللي انت بتقول عليهم دول. التسويه مختلفه عن اللي انا عاوزاها. التسويه دي في البدايه بتبدا انها تقرب وجهات النظر. محتاجينها تتفاعل اكتر من كده، ومحتاجينها تكون اقوى من كده ومدربه اكتر من كده على التعامل مع المشكلات. والله لو فعلنا مكاتب التسويه يا احمد لكتير جدا من المشكلات ممكن ما توصلش للقضاء اصلا. صحيح، تمام، هتحل ودي. لكن اللي انا اقصده دول ما بعد النزاع وما بعد المحاكم والقضاء. انا قصدي عشان برضو احنا على الارض، والارض فيها مشاكل كتير وفيها قواضي ممكن كتير، تكون نفس الجهات لان هي نفس الشبه، ويبقى فيها تقييم اصلا. يعني لو ما حلتش، انا عندي تقييم للراجل وتقييم للست حصل من خلال لجنه التسويه دي. بالزبط. ربنا كرمهم ورجعوا اهلا وسهلا، ما كرمهمش انا كتبت تقريري ويطبع بعد كده ان انا اقابل الاب اللي هيبدا او مقدم على ان انا شهاده عايز استضيف ولادي خلاص، او ارجع بقى للتقرير ده، ارجع للتقرير وابدا ان انا يبقى في لقاءات مع هؤلاء الاباء. هتعيشهم فين؟ هل مكان شبه اللي عايشين فيه ولا لا؟ صحيح. طب هيعرفوا يروحوا مدرستهم ولا لا؟ شويه حاجات تخليك تقول انه في اطفال مدارسها السبت مثلا. طبعا. طب انت عايز تاخدهم انهي ايام؟ ونراعي برضو الام العامله. طبعا. شويه حاجات عارف قد تظهر بسيطه ولكنها هي الاشكاليه يا احمد. التفاصيل قوي دي والله العظيم، ولكنها هي الاشكاليه. لو اتعملت هذه اللجان بعد كده في اللائحه التنفيذيه يتبع بهذه التفاصيل، بس تتعمل في القانون انه هناك لجان لكذا ويتم فحص الاب ومتابعه. لانه خليني اقول لك برضه، ما هو في اباء مش رجاله بس، اباء وامهات احيانا يتعاطوا المخدرات. صحيح. هل انا امن ان انا اسيب ابني مع ده؟ ده ممكن يكون ده سبب الطلاق، ويكون ده سبب الطلاق بالظبط. في اباء او امهات يتبعوا العنف. اسيبهم ليه؟ وهل ده هتقدر تقول لي انه هذه اللجنه بمتخصصين مش تقدر تعرف اللي قدامها دوت عنده مشكله؟ لو عملنا اعاده هيكله اللي انت طلبتيها دي دلوقتي، لجان التسويه والاشخاص تبقى مؤهله لكل ده، خلاص انا عندي الفايل بتاع الحاله دي. أيوة. يشتغل عليها القاضي بقى بعد كده. تعالي انا بقى عايزه التقط اطراف الحديث من اللي انت قلته. عندي الفايل وعندي الحاله اللي القاضي هيتبعها. الله يا احمد، ده اللي انا عايزاه بقى. منصه رقميه للاسره المصريه. منصه عليها من اول لحظه حصل فيها الخلاف تباعا لحد اللحظه اللي هيقف قدام القاضي، وهذه المنصه تكون ظاهره قدام القاضي. ويظهر عليها كل حاجه. ويظهر عليها لو احنا اعتمدنا على الرؤيه في فتره ما، انه خلي بالك انت الرؤيه محتاجها، ما ينفعش تتلغي. ليه؟ لانه يعني ما تقولش انا هستبدل الرؤيه بالاستضافه. مش هينفع حضرتك، لانه انت عندك اطفال طبعا بيرضعوا بيغيروا كذا. الاب مش هيرضع اطفال، بيرضع. فمحتاج انه الفتره العمريه دي ما ينفعش من 4 سنين فيما فوق، يعني تمام. يكون خلاص بطل يدخل الحمام على الاقل، او بطل يعمل حمام فبيدخل الحمام تلقائيا. تمام. فانت في هذه المرحله اللي قبلها محتاج الرؤيه، فانت كده مش تلغيها. يبقى ظاهر بقى قدامي كقاضي هذا الرجل ملتزم ولا لا، هذه المراه ملتزمه ان هي توصل الابناء ولا لا، غابت كم مره، الراجل دوت ما راحش كم مره يشوف ولاده، النفقه مستحقه يعني بيدفعها ولا ما بيدفعهاش، اتاخر كم مره ولا لا، ايه الاعذار اللي اتاخر فيها، ولازم يتم تقديم العذر مثبت. مبدا بقى انه خلاص انا ما بدفعش وخلاص، لا، يبقى انت ساعتها ممكن تحرم من بعض الحاجات، لانه النفقه دي ده حتى يعني ده ديننا، يعني طبعًا ده شيء طبعًا شرعي طبعا، ان هي يدفع حق اولاده، وعشان بيدفع ده شرع الرجوله، هم اولاده. عشان كده لازم يشوفهم، عشان كده لازم يقعد معاهم ويحضنهم ويبوسهم ويقعدوا ويلعبوا ويتكلموا ويزعق ويربي. ماشي، بس انت قلت لي بقى عشان عايز اكمل بس ايه الملف كله على بعضه، انت قلت لي النفقه دي دور الدوله لاثباتها، مين اللي يعملها؟ مين اللي يعملها بمعنى انه يثبت الدخل، قلت ده مش دور الست انها تثبت الدخل بتاع الراجل. ايوه، مين اللي يثبتها؟ الحقيقه حرام ان احنا كده بنظلمها. طب مين بقى؟ عن طريق المنصه اللي انا بقول لك عليها دي، ان اللي تتعمل يكون تلقائيا، ومش لازم الست. وعلى فكره المفروض مش الست اللي تطلب اصلا ان هي يتثبت، ده المفروض تلقائيا انا رفعت قضيه، وكمان
في الملف ده في كميه قضايا كتير جدا. الست بتروح ترفع مسكن وملبس ونفقه، لازم يضموا كلهم في قضيه واحده. لكن الست تروح ما انت لو عملتيها بالفكره الجميله بتاعتك بتاعت منصه دي، انا كقاضي شايف الحاله كلها. ما ينفعش بقى ان انا لازم سوري يعني ادخل لك بقى قاضي عشان عايز الملبس لوحده، ادخل لك قاضي عشان عاوز ده، انا كده شحطت القضاه وكترت لهم قضايا. طبعا لما ندخل لك قضيه واحده وتلقائيا نفس العيال، وفي عيل هيحتاج ملبس والتاني لا يا احمد، دي ماده في القانون تتعدي. ده لازم ده هو إن كل ما هو مستحقات للحاله دي تبقى قضيه واحده. ده مش موجود. ده هو موجود متفرق، لازم يتصل. وكمان عشان الراجل اللي متضايق انه انا بيترفع عليا قواضي كتير، لا على الاقل اترفعت قضيه تبقى قضيه بالظبط. وفي نفس الوقت الست ما تروحش ترفع قضايا كتير وتتكلف كتير، وفي نفس الوقت ما تقعديش تجري. وفي نفس الوقت لما يحصل ده الدوله تبدا ان هي، والدوله في ايديها وعن طريق مؤسساتها تقدر ان هي تجيب كل مدخلات هذا الرجل بسهوله جدا. انت عشان كده قلت عايز وزاره الاتصالات يبقى ليها دور فعال اكتر من كده. هقدر اجيبك من التحول الرقمي ده، عندك ايه في البنك، بتصرف كام، البيرول بيروح فين، ايا كان بقى الموضوع ايه. عشان كده انا شايفه انه وزاره الاتصالات شريك اساسي واصيل في هذا القانون. منصه رقميه للاسره المصريه دي، وانا قاعده بذاكر القانون طلعت الفكره وقلت ايه ده انتوا مشكله القانون ده ان هو متقطع. صحيح. ومقطع الناس معايا يا احمد. يعني انا عملت المنصه دي وانا همسك معاكي وهمشي معاكي برضو في الحلول. هتبقى لجنه التسويه دي هي لجنه معاده هيكلتها لاطراف فاهمه معنيه، هي اللي كونت الشاشه بتاعه حاله الطلاق اللي جايه لي، ربنا كرمهم ورجعوهم لبعض ماشي، ما رجعوهوش خارجين بفايل عن الحاله دي، فايل كامل متكامل، شكل الزوج وامكانياته ويقدر ولا ما يقدرش وكل المواصفات النفسيه والمعنويه، عنده اثبات دخل سواء الزوج ثبته في اللجنه دي وهو قاعد او اللي جابه عن طريق الدوله من التحول الرقمي. فلو رحنا القضيه وتبقى قضيه واحده، انا هفتح الشاشه دي شايف كل حاجه، شايف كل حاجه، وشايف برضو لو حد تلاعب وقدرت السيده ان هي تثبت ان الرجل هذا رجل تلاعب، ولو هي في نفس الوقت ما ودتش الاولاد واتعطلت كذا مره يثبت ان هي ما ودتش الاولاد، فيبقى هو الظاهر قدام القاضي ان هي ما جابتش. انا بزود داتا بقى خلاص على الفايل ده بقى. هيبقى القاضي قاعد حتى مستريح وما تبقاش قضايا كتيره، وفي نفس الوقت ظهر قدامه كل حاجه، وما نقعدش بقى يعني نحكي كتير في الحاجه اللي قدامي المثبوته بس. انا قدامي دقيقه بس مش قادر ما اسالش السؤال ده. كل ده ينفع ينجح جدا في حالات الطلاق، الخلع ما فيش الكلام ده. انا مش هروح اصلا، رحت رفعت خلع وبعد كده همشي في قضايا تانية خالص. الخلع لازم يتم تضمينه في التعديلات لكي يتلائم مع وضع برضه الأسرة المصرية، وما ينفعش يخل بما نتحدث عنه الآن، ما ينفعش نفرق. بمعنى سيبك من الاشياء الماديه او المستحقات بتاعت المراه، ولكن تمام. الاطفال هتظل موجوده. صحيح. هو انت كرجل وحصل خلع. لا انا قصدي لو احنا مشينا في التراك بتاع لجنه التسويه وهيكلتها والمنصه والكلام ده كله، ده في حاله الطلاق. في الخلع انا مش هيشوفوني اصلا، بس هيشوفوني في حتت بقى في اماكن اخرى. ما هو انا في حاجات تخص الاطفال كلها هيشوفوني طبيعي. تمام. وانت بتسيب ولادك، انت بتطلق يعني دلوقتي مراتك وحصل خلع، بتخلع عيالك؟ لا عيالك. يعني انت عايزه ممكن نحط في ماده الخلع كمان ان يتحط ان هم يروحوا على التسويه هم كمان عشان اعمل لهم فايل هم كمان. لا التسويه، ما هو انت تبدا الفايل بتاعهم منذ لحظه الخلع. الخلع حاجه تانية، الخلع موضوع تاني خالص يا احمد. بس هو مشابه بالظبط في حاله الاطفال. يبدا الفايل بتاعنا من الخلع بدايه من حقوق الاطفال. تمام. زوجة اتنزلت عن خلاص هي حره. برافو عليك. بدايه من حقوق الاطفال، انه هذا الطفل، هذا الاب هينفع انه يستضيف هذا الطفل، او لما يشوفه يكون ازاي وبيعمل ايه مع ابنه. لكن مستحقات الست هي تنازلت عنها. الساعة خلصت وجريت معاكي بحديثك المفيد الصراحة والشيق والسهل للوصول للناس، يا رب تحقيقه والملف ما اتقفلش. انا اشوف انت هتجيلنا كتير لحد ان شاء الله ما نلاقي قانون وتشريع يعدل من المجتمع باذن الله. بشكرك يا احمد على مهنيتك الحقيقة، ومش جديد عليك يعني، مش نشوة اللي بتقول لك ده، لكن انت حد محترم جدا وحد شاطر جدا وعارف بتعمل ايه ومقدر الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. انا بشكرك والله. كل الشكر ليكي، كل الشكر لسيادة النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والوفد، والملف مفتوح معانا ومع سيادة النائبة ان شاء الله للوصول للحل للمجتمع. خلصنا حلقتنا النهارده، ارجع لكم الاربعاء الجاي باذن الله، ولكن داي وهكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.